أهلا بيكم في برنامجنا رضوى ورضوى. برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. أنا ورضوى ابتدينا البرنامج ده في 2023 عشان كان عندنا شوية أهداف بنطمح ليها. أول هدف هو إن إحنا نشرح العلوم بشكل مبسط. للأسف معظم البحث العلمي مكتوب بلغة صعبة على معظم الناس، حتى لو الناس عارفة إنجليزي بيكون صعب عليها إنها تفهم آخر حاجة في الأبحاث وإنها تفهم اللغة العلمية والمعلومات العلمية. الهدف التاني إن إحنا كنا عايزين نصحح بعض المفاهيم الخاطئة اللي ممكن تكون منتشرة ومتداولة ما بين الناس. طبعا زي ما كلنا شفنا أثناء فترة الكورونا كان في معلومات كتير الناس بيبعتوها لبعض ومش بالضرورة بتبقى صح. فإحنا حسينا إن دورنا كباحثين وكصيادلة إن إحنا نفهم الناس إيه الحاجات الغلط في الكلام دوت وإيه الصح بتاعها. وتالت هدف هو إن إحنا نخلي المصطلحات العلمية بالعربي تكون سهلة ومتداولة ومألوفة بين الناس. عشان البحث العلمي بيبقى معمول بالإنجليزي، بنلاقي إن معظم التعبيرات والمصطلحات العلمية بتكون بالإنجليزي، وبنلاقي إن صعب علينا إن إحنا نلاقي الكلمة المقابلة ليها بالعربي. وحتى لو الترجمة دي بالعربي موجودة بنلاقيها إن هي مش متداولة ومش مألوفة بين الناس. فإحنا حابين إن البرنامج بتاعنا يكون خطوة صغيرة جدا في الهدف الكبير اللي هو تعريب العلوم. دي الأهداف بتاعتنا. طب إحنا مين؟ الحقيقة أول لما أنا ورضوى اتقابلنا اكتشفنا إن إحنا في حاجات كتيرة قوي بتجمعنا ومشتركة ما بيننا إحنا الاتنين. خلينا نوريكم إزاي. الأول أنا اسمي رضوى شرف. وأنا اسمي رضوى عويشة. أنا اتولدت في القاهرة جمهورية مصر العربية. وأنا كمان اتولدت في القاهرة جمهورية مصر العربية. أنا اتخرجت من كلية صيدلة جامعة القاهرة. وأنا اتخرجت من كلية صيدلة جامعة اسكندرية. أنا كنت دفعة 2010. وأنا كمان كنت دفعة 2010. بعد لما اتخرجت اتعينت معيدة في قسم الميكروبيولوجيا والمناعة في صيدلة القاهرة. وأنا كمان اتعينت معيدة في قسم الميكروبيولوجيا والمناعة في صيدلة اسكندرية. بعد لما اتخرجت سافرت ألمانيا علشان أعمل الماجستير، بعدها أمريكا علشان أعمل الدكتوراه. وأنا لما اتخرجت عملت الماجستير في كلية صيدلة جامعة اسكندرية، وبعد كده سافرت أمريكا عشان أعمل الدكتوراه. بعد لما خلصت الدكتوراه رجعت مصر لفترة وتعينت مدرس في قسم الميكروبيولوجيا والمناعة صيدلة القاهرة. وأنا كمان رجعت مصر وتعينت مدرس في قسم الميكروبيولوجيا والمناعة في صيدلة اسكندرية. اللطيف في الموضوع لما كنت صغيرة سن 3-4 سنين كنت عايشة مع عيلتي في ولاية في أمريكا اسمها فيرجينيا. وأنا كمان في نفس السن لما كان عندي 3-4 سنين كنت عايشة مع عيلتي في نفس الولاية اللي هي فيرجينيا، بس في مدينة على بعد اللي كانت عايشة فيها رضوى بحوالي ساعة. يعني أنا ورضوى كان على بعد مسافة ساعة من بعض، بس احنا ما كناش لسه نعرف بعض. من ألطف الحاجات اللي بتجمع بيني وبين رضوى إن إحنا الاتنين بنحب اللغات جدا. أنا أول ما اتعرفت على رضوى كنت بتفرج على الفيديوهات بتاعتها اللي هي بتنشرها على يوتيوب، بتعمل فيديوهات بالخمس لغات: فرنساوي، ألماني، أسباني، بالإضافة لعربي وإنجليزي. ورضوى كمان بتحب اللغات بحكم إن هي كانت عايشة في ألمانيا، فهي برضو تعرف ألماني وبتعرف عربي وإنجليزي كويس جدا. ومن أهم الحاجات بقى اللي بتجمعنا إن إحنا الاتنين بنحب الأبحاث وبنحب إن إحنا نبسط العلوم للناس ونوضح الحاجات اللي اتعلمناها علشان نتأكد إن كل الناس فهموها صح. وبالتالي جات لنا فكرة إن إحنا نعمل البودكاست دوت. كل حلقة هتلاقوها موجودة بصورتين، يا إما بشكل صوتي فقط عن طريق البودكاست وهتلاقوا الرابط بتاعه تحت، وعن طريق فيديو موجود على يوتيوب تقدروا تتفرجوا عليه علشان تتابعوا الكلام اللي إحنا بنقوله. طبعا لو في أي حد منكم ليه أفكار لحلقات جديدة ممكن نعملها تقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك، انستجرام أو تويتر تحت هاندل رضوى أن رضوى. ونتمنى إن البودكاست ده يعجبكم. شكرا لوقتكم.